لو داخلين كليه الاعلام فلازم تسالوا نفسكم السؤال ده، انا هشتغل ايه؟ طبعا لو داخلين كليه الاعلام فلازم تعرفوا ان مش كلنا هنشتغل مذيعين. دراسه الاعلام في العموم عباره عن 3 تخصصات: اذاعه وتلفزيون، صحافه، وعلاقات عامه، واعلان. وخليني اطمنكم ان مجال زي مجال الاعلام والاعلان فيه مرونه حلوه جدا في فكره الشغل. يعني ممكن تكون خريج اذاعه وتلفزيون تشتغل في الماركتنج، وممكن تبقي خريجه صحافه وربنا يكرمك تبقي مذيعه في التلفزيون. وعموما الموضوع مش مذيع بس، انتوا ممكن تشتغلوا في مجالات كتير، ممكن تشتغلوا في الاخراج، ممكن تشتغلوا في الصوت، ممكن تشتغلوا في الايجنسيز. يعني خلينا نقول ان المجالات والفرص موجوده كتير، بس هي بتعتمد على المهاره اللي عندك، بتعتمد على دماغك، انت عايز توصل لايه ونفسك تشتغل في ايه. وهنا السؤال اللي هساله لكل واحد فيكم: انتوا ليه اصلا عايزين تدخلوا كليه الاعلام؟ اكتبوا لي في الكومنتس اجابتكم على السؤال ده. انا محمد ابراهيم، خريج كليه الاعلام قسم اذاعه وتلفزيون جامعه مصر الدوليه 2019. انا كده عجوز، وانا قررت اعمل لكم الفيديوهات دي عشان اساعد كل الناس اللي نفسها تدخل كليه الاعلام. اعملوا منشن لاصحابكم اللي ممكن يستفيدوا بالفيديو، واستنوني في فيديوهات تانيه كتير.